السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار؟ عاملين ايه؟ إن شاء الله كده تكونوا كويسين، تكون الدنيا مشيت معاك في الدروس اللي فاتت، وبإذن الله الدرس دوت يبقى سهل كده وخفيف، وإن شاء الله تفهمه. فيلا بينا عشان مطولش عليك، وما تنساش تدعي لوالدي رحمة الله عليه بالرحمة والمغفرة. فيلا بينا توكلنا على الله. بص صديقي، الدرس دوت بعنوان الدالة التربيعية. أول حاجة كده، يعني ايه دالة تربيعية؟ بص يا صاحبي، الصورة بتاعت الدالة التربيعية بتبقى عاملة كده. بيقول لك اف اوف اكس بيساوي اكس تربيع مثلا زائد 3 إكس زائد 4. وخلينا نيجي نكتبها كده بصورة تانية. اف اوف اكس بيساوي اي اكس تربيع زائد بي اكس زائد سي. بص والله يا صاحبي، ده كده الصورة القياسية للدالة التربيعية. خلصانة خلصانة. طيب بتعرف الكلام ده منين؟ أول حاجة، للدالة التربيعية ديت هي بيبقى فيها متغير واحد بس. أول حاجة، يعني ايه متغير؟ متغير واحد فقط. المتغير دوت هو الفاريبل بتاعك، اللي هو الحاجة اللي انت مش عارفها، اللي هو المجهول. يعني ممكن المجهول دوت يبقى اكس، يبقى واي، يبقى زد. بس ما ينفعش انك انت تيجي تلاقي في الدالة بتاعتك اكس وواي وزد، لا، انا بلاقي حاجة واحدة منهم بس. ممكن الاقي الاكس، ممكن الاقي الواي، ممكن الاقي الزد. يعني مثلا في الشكل بتاعي دوت، انا هنا كده مش لاقي غير متغير واحد بس، هو الاكس. طب ايه الاي والبي والسي؟ لا، دي حاجات تانية، هي ارقام اصلا بيبقى مديها لك، ديت معاملات. الاي والبي والسي دي المعاملات. يعني ايه المعاملات؟ يعني الرقم اللي بيبقى مضروب في الاكس او في الاكس تربيع او الحد المطلق اللي هو مثلا السي. هشرحهم لك دلوقتي. طيب، حاجة تانية عن الدالة التربيعية. الدالة التربيعية هي بيبقى الأس بتاع المتغير بتاعي دوت بيبقى من الدرجة التانية. أعلى أس لازم يبقى من الدرجة التانية. طب ممكن يبقى مثلا في أس من الدرجة الأولى عادي، بس أنا لازم إن أعلى أس عندي يبقى من الدرجة التانية، ولازم يبقى عندي من الدرجة التانية. يعني مثلا في الحالة ديت هنا كده عندي الإكس تربيع من الدرجة التانية، خلاص ماشي، يبقى ديت دالة تربيعية. طب ما هنا الإكس من الدرجة الأولى، مش مشكلة عادي، أهم حاجة يبقى أنا عندي في أس، وهو دوت لازم يبقى أعلى واحد، يبقى من الدرجة التانية. تمام تمام، يبقى احنا كده عرفنا شكلها، ديت الصورة القياسية بتاعتها، عرفنا امتى بتبقى دالة تربيعية. طيب تعالى بقى أجي أقول لك إيه ال A وال B وال C والكلام الجميل دوت. احنا قلنا كده ان الشكل بتاعها بيبقى عامل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ax تربيع زائد bx زائد c. والله يا صديقي، ال a زي ما انت شايف كده هو المعامل بتاع الاكس تربيع، معامل الاكس تربيع. يعني ايه يا صاحبي المعامل؟ المعامل ده هو الرقم المضروب في الاكس تربيع. طيب البي، اهو ده البي. البي بقى بنفهمك ايه هو؟ طبعا المعامل طبعا القلم مش مساعدني يعني خالص. هو المعامل بتاع الاكس، والايه احنا اتفقنا هو المعامل بتاع الاكس تربيع. طب السي دوت اسمه الحد المطلق، لان مفيش جنبه اي اكس. هو المفروض ان هو كده جنبه اكس اس صفر، بس انت طبعا عارف ان اكس اس صفر بواحد، فاحنا مش بنكتبه. يبقى الايه هو المعامل بتاع الاكس تربيع، البي هو المعامل بتاع الاكس، السي هو الحد المطلق. تمام تمام. اي مساله بقى هتجيلك في الدنيا، انت لازم تيجي تطلع لي القيمه بتاعت الاي ديت بكام، تطلع لي القيمه بتاعت البي ديت بكام، تطلع لي القيمه بتاعت السي كده بكام. اي مساله تيجي تشوفها داله تربيعيه، اتفقنا الداله التربيعيه ان هي بيبقى عندي الاس دوت هنا كده اعلى اس متربع من الدرجه الثانيه، بطلع قيمه الاي، بطلع قيمه البي، بطلع قيمه السي. حلو الكلام، كويس. طيب بيبدا يسالك عن ايه بقى في الداله التربيعيه ديت؟ قبل ما تيجي تقول لي بيبدا يسالك عن ايه، انا عايزك كده تعرف شكلها عامل ازاي، الرسم البياني بتاعها بيبقى عامل ازاي. بص يا صديقي، وليكن دوت محور اكس ودوت محور واي. بيبقى ليها شكلين، يا اما المنحنى بتاعك كده بيبقى مفتوح، والفتحه ديت بيبقى اسمه مفتوح لاعلى، او بيبقى ليها شكل تاني كده، يبقى المنحنى بتاعك عامل كده، بيبقى اسمه مفتوح لاسفل. بتعرف منين؟ اهو دوت كده زي الطبق، والطبق دوت مفتوح لاعلى، فدوت كده اسمه ايه؟ مفتوح لاعلى. ديت لاعلى. الطبق دوت هنا كده مقلوب فنازل لتحت كده، ودوت هنا كده طالع لفوق، فدي كده اسمه مفتوح لايه؟ لاسفل. طيب تمام، يبقى انا كده جيت وعرفت الايه؟ الشكل البني بتاعها كويس. هيبدا ان هو يجي يسالك على كام حاجه فيها كده. اول حاجه يجي يقول لك مثلا عايز نقطه راس المنحنى. بص يا صديقي، راس المنحنى ديت هي عباره عن نقطه. طيب اي نقطه في الدنيا هي ليها احداثي. يعني ايه احداثي؟ يعني هي بتتكون من احداثي على الاكس واحداثي على الواي. اي نقطه في الدنيا، وليكن مثلا النقطه ديت هي نقطه راس المنحنى بتاعي مثلا، اللي هو اصلا يعني احنا مش راسمينه مثلا، وليكن كده النقطه ديت كده مثلا، وليكن ان هي نقطه راس المنحنى، هي ليه احداثي؟ احداثي يعني ليه
حاجه في الاكس وليه حاجه في الواي. طيب انا بجيب الاكس ازاي وبجيب الواي ازاي؟ كل واحده فيهم ليه قانون. طيب الاكس بتتجاب ازاي؟ والله يا صديقي الاكس القانون بتاعها بيساوي سالب بي على 2 a. طيب والواي، الواي هي بتساوي الاف اوف سالب بي على 2 a. ايه يا عم الكلام دوت؟ بص يا صاحبي، مش احنا اتفقنا ان احنا في اي مساله في الداله التربيعيه انا بطلع قيمه الاي وبطلع قيمه البي وبطلع قيمه السي؟ هم دول بقى الاي دوت اللي هو المعامل بتاع الاكس تربيع، ودوت المعامل بتاع الاكس، ودوت الحد المطلق، صح كده؟ طيب بعد ما تيجي تطلع دول تبدا تعوض في القانون. وليكن مثلا البي معاك ب4 والاي معاك ب2، تبدا تحط في القانون دوت كده. انا طلعت قيمه الاكس، انت عطلان على الاي وعطلان على البي، طب خلاص جبتهم من هنا كده كده، يبقى انا كده جبت ايه وجبت قيمه الاكس. طيب عايز اجيب قيمه الواي، ايه بقى؟ اف اوف سالب بي على الاثنين. ايه بقى ايه الكلام دوت؟ بص يا صاحبي، بعد ما تيجي تطلع قيمه الاكس ديت بتحطها في الداله الرئيسيه، وبعد ما تحطها في الداله الرئيسيه تشوف الواي دي طلعت معاك بكام. الكلام دوت مش هيبان غير لما ناخد مساله، فيلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. وليكن يا صديقي انا جيت قلت لك ان انت عندك في داله كده، داله تربيعيه، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول لها اسمها اكس تربيع زائد 4 اكس زائد 3. اول حاجه هتيجي تعملها تبدا تيجي تطلع المعامله بتاعتك. الايه المعامل بتاع الاكس تربيع ب1، البي المعامل بتاع الاكس ب4، السي الحد المطلق ب3. طيب اتفقت معاك عشان تجيب نقطه راس المنحنى، هي النقطه ديت يعني ليها احداث، يعني ليها اكس وليها واي. طيب والله يا صديقي الاكس بتاعتي بتساوي سالب بي على 2 a. طيب بتساوي سالب، نزله زي ما هو. طب البي يا صاحبي بكام؟ اهي البي بكام؟ البي ب4، يبقى سالب 4 على 2 في الايه. طب الايه بكام يا صاحبي؟ الايه ب1، يبقى 2 في 1، يبقى هتطلع سالب 4 على الاثنين، هتطلع بسالب 2. كده انا جبت الاحداثي بتاع الاكس. طب ده ايه، مفيش في مشكله كده واحنا فاهمينه، ادي دي سالب 2. ايه بقى القانون بتاع الواي؟ القانون بتاع الواي انت جيت قلت لي هو عباره عن اف اوف سالب بي على 2 a. سالب بي على 2 a دي اللي انت جيت جبتها من هنا كده، اللي هي سالب 2، صح؟ انا بمسك السالب 2 ديت اللي هو الاحداثي بتاع الاكس اللي انا جبته واحطه في المعادله الرئيسيه، وابدا اجي اشوف الاف اوف اكس دي اللي هي الواي بتاعتي هتطلع بكام. واحد قال لي انا مش فاهم اي حاجه، قلت له بص يا صاحبي انت بتقول الواي بتساوي، شايف المعادله الرئيسيه بتاعتك الجميله ديت؟ قال لي قلت له شيل كل قيمه للاكس وحط مكانها قيمه الاكس اللي انت جبتها. قال لي يعني ايه الكلام ده؟ قلت له مش دي اكس تربيع؟ قال لي قلت له هتعمل كده، هي التربيع، هتشيل الاكس ديت وتحط القيمه اللي انت جبتها. فين القيمه اللي انت جبتها؟ اللي هي دي، اللي هي بكام؟ اللي هي بسالب 2. يبقى تطلع سالب 2 تربيع ماشي زائد 4 تنزل زي ما هي في الاكس، انت جبت الاكس بكام؟ اللي هي بسالب 2، يبقى بسالب 2 زائد 3. بس كده انا جبت الاحداث بتاع الواي بتاعتي. سالب 2 اس 2 يعني ب 4، 4 ناقص 8 زائد 3، هيطلع الناتج دوت معاك مثلا بسالب 1. يبقى انا كده جبت الاحداث بتاع الواي بتاعتي بسالب 1. يبقى انا النقطتين الاحداثي بتاعي، انا اسف، النقطه ديت اللي هي مكونه من الاكس، لحظه واحده، بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هي مكونه من الاكس والواي، اصبح ان الاحداثي بتاعتي الاكس بتاعتي بسالب 2 اللي انا جيت وجبتها، والواي بتاعتي بكام؟ بسالب 1 اهيت، عشان بس مش راضي تتكتب، انا اسف، سالب 2 وسالب 1. يبقى انا بجيب الاكس من خلال القانون دوت، بجيب الواي من خلال ان انا الحاجه اللي هي طلعت لي ديت الاكس ديت اقوم جاي معوض فيها في المعادله الرئيسيه، وابدا بقى ان انا اجيب الواي بتاعتي اللي هي الاف في اكس. كويس كويس. طيب في حاجه تانية اسمها مقطع واي. يعني ايه يا صديقي مقطع واي؟ مقطع واي ديت يعني المنحنى دوت بيخبط في محور واي عند انهي نقطه. يعني ايه الكلام دوت؟ وليكن مثلا ان انا معايا خط مستقيم مرسوم بالشكل ده كده، لما يجي يقول لي مقطع واي هي النقطه دي كده. طب اشمعنى يا صاحبي مقطع واي هي النقطه ديت؟ لان هو بيقول لك ان الخط دوت، الخط المستقيم دوت، هو قطع محور واي في انهي نقطه. اهو ده يا صاحبي محور واي، صح؟ طب المنحنى دوت فضل ماشي 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 لحد ما وصل للنقطه ديت قطع فيها محور واي. طيب الكلام دوت على طول كده بقى عشان تيجي تجيبه في السؤال بتاعك، اول ما يجي يقول لك مقطع واي دوت كده اعرف ان هو السي دوت اللي هو الايه، اللي هو الحد المطلق. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لما كنا بنقول مثلا السؤال اللي فات بنقول اف اوف اكس بيساوي اكس تربيع زائد 4 اكس زائد 3. مقطع واي في الحاله ديت هو السي. مش احنا جبنا الاي ب1 والبي ب4 والسي ب3؟ مقطع واي دوت بقى هو بيساوي 3 اللي هو الحد المطلق اللي هو السي. طيب عشان تيجي تفهم بتعوض الكلام دوت ازاي، بتشيل كل اكس وتحط مكانها صفر.
وتشوف الاف اوف اكس دي هتطلع لك بكام، هتلاقيها تطلع لك بالحد المطلق. يعني ايه؟ يعني انا اجي اشيل كل اكس اللي موجودين دول واحط مكانها صفر، فمن هنا كده الاف اوف اكس اللي هو مقطع واي هيبقى بيساوي صفر تربيع زائد 4 في صفر زائد 3، صفر تربيع بصفر، 4 في صفر بصفر زائد 3، يبقى الكلام ده يطلع لي ب3 اللي هو الايه، اللي هو الحد المطلق بتاعي. طيب عشان تيجي تبقى فاهم برضو انا ليه بحط كل اكس بصفر، لان انت لما بتيجي تقول لي مقطع واي يعني بتقول لي المنحنى دوت خبط في واي فين. طب هو لما يخبط في واي في نقطه يبقى انا لازم الاكس عندي تبقى بصفر. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني وليكن مثلا المنحنى بتاعي مرسوم، بلاش نقول منحنى مثلا، خلينا نيجي نقول الخط المستقيم دوت عشان تبقى اسهل. الخط المستقيم ده انت اتفقت معايا ان هو بيقطع الواي عند النقطه دي كده. طيب الواي ديت انا مش عارفها بكام، احنا اتفقنا ان هي تبقى بتساوي الحد المطلق اللي هو السي. لما تيجي تشوف الاحداثي بتاع الاكس بتاعها هتلاقي ان الاكس بتاعتها بصفر. يبقى انا هنا كده معايا ان الاكس بتاعتها بصفر، يبقى انا احط في السؤال بتاعي ان الاكس بتاعتي بصفر، تقوم جاي مطلع لي ايه؟ تطلع لي الواي على طول. تمام تمام ماشي. في يا صديقي عندي حاجه اسمها قيمه عظمى او قيمه صغرى. طيب بناء على ايه بتبقى قيمه عظمى وبناء على ايه بتبقى قيمه صغرى؟ بناء على قيمه الايه. طيب الايه دي اللي هي الايه، اللي هي المعامل بتاع الاكس تربيع. ماشي. طيب امتى تبقى عظمى وامتى تبقى صغرى؟ والله صاحبي قال لي ان القيمه ديت، لا اله الا الله. طب تعالى بس كده الاول نرسم شكلها. تعالى نيجي نقول مثلا ان الداله بتاعتي اسمها اكس تربيع زائد 4 اكس زائد 3. احنا اتفقنا مع بعض ان الاي ديت بكام؟ الاي ديت بواحد. لما الاي ديت تبقى بواحد بتلاقي ان منحنى الداله بتاعتك مفتوح كده لاعلى، ولما يبقى مفتوح لاعلى فدي بيبقى ليها قيمه صغرى، والقيمه الصغرى ديت هي النقطه دي كده. طيب انا عرفت منين ان هي قيمه صغرى؟ بص باختصار كده، انت بتلاقي هنا كده ان المنحنى دوت بتاعك ايه، مفتوح لاسفل كده، اللي انا اسف مفتوح لاعلى كده، صح؟ الطبق من تحت كده، يعني الحته ديت، ولا على فرض مثلا ان هي طبقه كده، تمام؟ السطح بتاعه اللي هو دوت موجود لاسفل، صح؟ فدي تبقى قيمه صغرى. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي مثلا على فرض ان ده المنحنى بتاعي كده. طيب الطبق بتاعي كده الحته ديت موجوده فين؟ موجوده في المنطقه العليا، صح؟ فيبقى ديت هنا كده قيمه عظمى. طيب بناء على ايه بقى بتعرف؟ سيبك بقى من الكلام دوت. بناء على ايه بقى بتعرف ان هي مثلا قيمه عظمى او قيمه صغرى؟ بناء على قيمه الايه. لو الايه عندي اكبر من الصفر بتبقى قيمه صغرى، لو الايه عندي اصغر من الصفر بتبقى قيمه عظمى. طيب الشكل بيبقى عامل ازاي؟ والله يا صديقي القيمه العظمى بتبقى عامله كده، والقيمه الصغرى المنحنى بيبقى عامل كده، تمام؟ ودوت هنا كده مفتوح لاسفل، في الحاله ديت كده هو مفتوح لاعلى. يبقى بناء على قيمه الايه انا بحدد المنحنى دوت ليه قيمه عظمى او قيمه صغرى. تمام تمام. واتفقنا مع بعض ان هو لو ليه قيمه عظمى يبقى مفتوح لاسفل، لو ليه قيمه صغرى يبقى مفتوح لاعلى. طيب القيمه بقى بتاعت القيمه العظمى او قيمه او القيمه الصغرى دي بتبقى عباره عن الايه؟ بتبقى عباره عن الواي اللي انت جيت جبتها في نقطه راس المنحنى. يعني ايه بقى الكلام دوت؟ تعالى ناخد مثال ونفهم الدنيا دي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. وليكن يا صاحبي ان انا بقول لك مثلا اف اوف اكس بيساوي اكس تربيع، خلينا نيجي نقول مثلا 2 اكس تربيع زائد 3 اكس زائد 4. لو انا جيت دلوقتي قلت لك مثلا مقطع واي، مقطع واي دوت اللي هو بيتقاطع مع محور واي في انهي نقطه، فاحنا اتفقنا مع بعض ان دي انها هتبقى عباره على طول عن الحد المطلق اللي هو السي اللي هو باربعه. طيب وتعالى نجيب الاي باتنين والبي بتلاته، كده انا جبت الايه الحاجات بتاعتي. طيب لو انا دلوقتي جيت قلت لك نقطه راس المنحنى، نقطه راس المنحنى هي عباره عن اكس وواي، صح؟ طيب الاكس يا صديقي هي عباره عن سالب بي على 2 ايه. طيب البي بكام؟ البي بتلاتة، يبقى تطلع سالب تلاتة على اتنين. الاي بكام؟ الاي باتنين، يبقى تطلع على اتنين في اتنين، يعني هتطلع بسالب تلاتة على الأربعة. ماشي كده أنا جبت القيمة بتاعت الايه، أنا جبت القيمة بتاعت الإكس. طيب أنا دلوقتي لو عايز أجيب قيمة الواي هتشيل كل قيمة من الإكس من اللي هو مديها في المعادلة ديت وتحط مكانها القيمة ديت اللي هي بسالب تلاتة على الأربعة. فمثلا دي هتطلع لك اتنين في سالب تلاتة على الأربعة تربيع زائد تلاتة في سالب تلاتة على الأربعة زائد أربعة. اعمل دي بقى والله صاحب على الآلة وشوف هتطلع لك بكام. نعملها كده على الآلة مع بعض. بسم الله.
دلوقتي لقينا القيمة بتاعة الواي ديت ب23/8. طب خلاص، يبقى أنا كده جبت قيمة الإكس وقيمة الواي اللي هما نقطة رأس المنحنى بتاعتي. الإكس إحنا اتفقنا مع بعض إن هي ب-3/4، والواي ب23/8. تمام يا صديقي؟ تمام. طيب أنا دلوقتي لو عايز أعرف الدالة ديت ليها قيمة عظمى ولا ليها قيمة صغرى، والمنحنى بتاعها هيبقى مرسوم إزاي؟ إحنا جبنا الإيه بكام؟ الإيه ب2. طيب هل الاتنين ديت أكبر من الصفر ولا أصغر من الصفر؟ لا، الاتنين ديت أكبر من الصفر. أكبر من الصفر. يبقى أنا صاحب الدالة بتاعتي هتبقى مرسومة كده وليها قيمة صغرى، والمنحنى ده بيبقى مفتوح لأعلى. يبقى ال A أكبر من الصفر، يبقى المنحنى بيبقى مفتوح لأعلى وليها قيمة صغرى. طب لو كانت ال A على فرض مثلا إن هي بتساوي -2، يعني القيمة ديت أصغر من الصفر، فيا صديقي أصغر من الصفر تبقى عاملة كده، يعني مفتوح. لحظة واحدة، يعني مفتوح لأسفل وليها قيمة عظمى. عظمى أهي، ده أصلا أنا مبقاش راضي أكتب. وليها قيمة إيه؟ ليها قيمة عظمى. تمام يا صاحبي؟ تمام. طيب ده بالنسبة للصورة القياسية. طيب في صورة تانية تبقى الاكس بتاعتك معمول لها تشفيت. يعني ايه معمول لها تشفيت؟ بتبقى على الصورة دي كده، يقول لك اف اكس مثلا بتساوي ايه في اكس ناقص اتش لكل أس 2 زائد الكي. دي الصورة بتاعتي اللي هي بتبقى موجودة على طول. طيب لو هي مش موجودة في الصورة دي، أنا بحاول إن أنا أيفها تبقى موجودة في الصورة ديت. يعني إيه الكلام دوت؟ أول حاجة بس كده، لو قال لي نقطة رأس المنحنى في الحالة ديت اللي هي عبارة مثلا عن الإكس والواي، فدي بتبقى بتساوي الاتش والكي. خد بالك الاتش ديت هنا كده لازم تقول لي اكس ناقص اتش. يعني مثلا لو ديت هنا كده كانت موجبة باخدها بالسالب. يعني ايه الكلام ده؟ صلى على النبي. هقول لك أنا دلوقتي مثلا لو قلت لك اف اوف اكس بيساوي 2 اكس زائد مثلا 4 لكل أس 2 زائد الكي، أو بلاش بقى نيجي نقول الكي، طب رقم زائد 5 مثلا. قلت لك إن أنا دلوقتي عايز نقطة رأس المنحنى وأعرف لي ديت ليها قيمة عظمى ولا صغرى، والمنحنى مفتوح لأعلى ولا أسفل. بص يا صاحبي، ديت الإيه صح؟ الإيه بكام؟ الإيه ب2. ماشي، الإيه ب2 أكبر من الصفر. أكبر من الصفر يا باشا، يبقى المنحنى دوت عامل كده، يبقى دوت مفتوح لأعلى وليه قيمة صغرى. كده أنا خلصت من أول حاجة. طب أنت دلوقتي عايز تجيب الإكس والواي اللي هما الإيه الإحداثيات بتاعة نقطة رأس المنحنى. طيب ماشي، هاتهم. طب هنجيبهم إزاي يا صديقي؟ صلى على النبي. في الحالة ديت احنا اتفقنا مع بعض ان نقطة رأس المنحنى هم عبارة عن الاتش والكي. طيب الاتش دوت لازم يبقى هنا كده الرقم دوت الاكس ناقص الرقم ده. طب هل هي الاكس ناقص الرقم؟ لا. يبقى انا ممكن في الحالة ديت ان انا اخليها تبقى كده. ممكن ان انا اقول له ان الاف اوف اكس بتاعتي، تعالى بس نيجي نكتبها هنا كده، يا رب تاخد مكان يعني، بتساوي 2 في اكس ناقص -4 لكل تربيع زائد 5. طيب انا ليه جيت هنا كده عملتها سالب ناقص -4؟ اول حاجه انا ما غيرتش فيها حاجه. ليه؟ لان انا بقول لك لما اجي اقول لك مثلا -4 فديت هي 4 صح. يعني انا ممكن ان انا -4 ديت اشيلها كده واحط مكانها -4 اللي هي ايه، اللي هي الصوره دي. يبقى انا كده ما غيرتش في اي حاجه صح. طيب الكلام دوت ليه؟ لان انت لازم تيجي تقول لي ان الصوره بتاعتها ان الاكس لازم تبقى مطروح منها رقم. تمام. يبقى انا في الحاله ديت هنا كده النقطه بتاعتي هي -4 الاكس بتاعتها. طيب الواي اللي هي الجزء دوت اللي هو بكام؟ اللي هو 5. بس كده بس. طيب عشان تيجي تحلها بسرعه، بص يا صاحبي، الرقم دوت بالموجب هاخده بالسالب، لو هو صاحبي بالسالب هاخده بالموجب. بشوف الاشاره ديت هنا كده اللي بعد الاكس على طول. يعني مثلا لو انا جيت قلت لك اكس ناقص 4، الرقم دوت سالب صح. يبقى ناخد الموجب بتاعته، يبقى انا الاكس عندي ب4. طيب لو جيت قلت لك مثلا اكس زائد 3، لا ده الرقم دوت هنا كده بالموجب، يبقى انا كده هروح اخده بالسالب، يبقى هتطلع -3 الاكس بتاعتي. تمام. يعني بص هي مش تمام قوي، عشان بس نيجي نكون قلنا الحته ديت، عشان هي خلاص يعني احنا هنقول الحته دي ونختم الفيديو. لو انا دلوقتي مثلا بقول لك 3 في اكس زائد 8 لكل اس 2 ناقص 2، وجيت دلوقتي قلت لك عايز نقطه راس المنحنى. بص يا صاحبي، الرقم دوت هنا كده موجب 8 صح. يبقى انا هاخده -8 وسالب 2. -2 ديت اللي هي ايه الاحداث بتاع الواي دوت احنا متفقين معاه. طيب لو انا جيت دلوقتي مثلا قلت لك اف اوف اكس بيساوي 3 في اكس ناقص 8 لكل اس 2 زائد 5 مثلا زائد مثلا 3، خلاص يبقى نقطة رأس المنحنى الرقم دوت سالب، فأنا هروح أخده بالموجب، يبقى تطلع 8، والنقطة ديت تنزل زي ما هي 3. يبقى الرقم دوت سالب هروح أخده بالموجب، الرقم دوت موجب هروح أخده بالسالب.
خلصانة خلصانة. بس كده يا صديقي، احنا خلصنا. حل بقى انت مع نفسك وحل كتير، لان طبعا دوت مش شرح كامل يعني، احنا بنحاول ان احنا نيجي نجمع لك الدنيا، وان شاء الله تكون استفدت مننا وعجبك الفيديو. فنتمنى بس الدعاء لوالدي بالرحمة والمغفرة. بس السلام عليكم ورحمة الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.